عشان في ناس بتقول لك طب اشمعنى بيسيبوا كولر اللي واخد 10 11 بطوله في سنتين مع الاهلي، ويجوا على الغلبان اللي واخد بطولتين في تقريبا في حوالي 10 او 11 شهر او سنه مع الزمالك؟ هقول لك عشان هو اصلا المدرب مش اساسه اللي هو يسيب الزمالك. المدرب ما بياخدش فلوس. هو اللي خد جوميز ده نادي تقريبا زي الفتح ده، معرفش المركز الكام واخد كام نقطه من كام ماتش، نادي تعبان جدا، واخد مدرب عايز يطلع بيه. ترجع تقول لي ليه ما بياخدوش من الاهلي؟ اقول لك موسيماني نفسه ساب الاهلي عشان الفلوس وراح السعوديه، وفايلر ساب الاهلي عشان الفلوس. كولر الوحيد لما جاله عروض من بعض الانديه الخليجيه قال لك انا مش هبص او مش هرجع خطوه للخلف او مش هبص ورايا، انا في نادي فيه كل العوامل اللي بتحقق النجاح. وفعلا هو لقى نفسه في نادي ناجح، في التزام، في منظومه اداريه عاليه، نفسه في نادي